السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما درسنا في الدرس السابق عن المانيو أو الجهة الأمامية للمانيو، اليوم راح نكمل درسنا التالي أو الجهة الثانية من المانيو. طبعا راح ناخذ جزء صغير منشان ما نطول بالفيديو وتملون منه. طبعا بالأول ندخل على ناخذ نفس المقاس الأول اللي هو تبع الجهة الأمامية. طبعا هذه كانت مقاس الجهة الأمامية، نضغط على أوكي ويكون هذا. طبعا حابين ناخذ نفس اللون، نروح الى وين؟ الى الصور، وناخذ الجزء الاول اللي نعمل علامة صح اللي صممناه، ثم نعمل على القطارة وناخذ اللون فقط، ثم نخفيه او نمسحه ما نحتاجه. الحين نضغط على الدلو ونلون الصفحة بهذا اللون، ثم نروح ناخذ صورة اللي هذه ونعملها زينة كذا شوية لهنا، ونضغط ونعمل إلغاء استخراج اللون، ونروح إلى الدلو ثم إلى المساحة، ثم نضغط ضغطة واحدة أو نزيد ضغطتين، ثم نروح إلى هذا المنطقة ونأخذها. نروح إلى التحويل ونحاول نخليها بهذا الشكل كزينة، ثم نروح إلى مثلا هذا البيتزا، نزلناها طبعا من جوجل، ونروح إلى الدلو ونضغط ضغطة واحدة نكون طبعا في هنا جزء صغير لازم يظل على ما هو، وهو هنا أول حاجة نضغط ضغطة. خلينا الأول نعمل عملية رقبة ونحدد المنطقة هذا مشان ما ياخذها، ثم نروح إلى الدلو أعتقد يمكن كذا غلط. نعمل عملية عكسية، ما رضيش. نعمل عملية عكسية وناخذ خلاص كذا تمام، وأزلنا وما أخذ علينا اللون الأبيض، ونعمل تحويل إلى نخليها هنا. وكمان عندنا صورة حابين نضيفها اللي هذه، نعمل علامة صح، ثم نروح إلى الدلو ونضغط ضغطة واحدة كذا، ثم نروح إلى التحويل. طبعا كل هذا زينة، ثم نكتب نخليها مثلا بهذا الجهة، ناخذ البيتزا فقط. ثم نعمل لها، ثم ناخذ صورة ثانية من جديد، نعمل لها علامة صح، ثم نروح إلى المساحة ونضغط ضغطة واحدة، ثم نروح إلى التحويل ونحولها أو نخليها بهذا الاتجاه. طبعا حابين هذه المرة نكملها، بس راح نصغرها شوي بهذا الشكل. وهذه كمان لا غلط، ثم نروح إلى الصفحة اللي قبلها اللي تبع البيتزا هذه ونعمل لها تحويل، ننزلها إلى هنا ونصغرها. طبعا نكون إلى هنا بدأنا بالجزء الأول، وإن شاء الله نختم لكم الدرس اللي بعده ونكمل لكم زينة الورقة مع الأسعار مع الأسماء وكل حاجة. ولا تنسون من اللايك والاشتراك وتدعموني كي أنزل أكثر.